هندسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. هاني حتحوت يتحدث عن الاحتمال الأقرب لموقف الزمالك من المشاركة في مباراة سيراميكا. هذا الأمر الذي كانت بدايته عدم خوض مباراة الأهلي يوم الثلاثاء الماضي، والدور الآن على مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت القادم، حيث سيحسم المجلس هذا الملف اليوم. هاني حتحوت عبر برنامجه التلفزيوني أكد أن الزمالك سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد السبت القادم ضمن منافسات الجولة 28، وأكد أن الأقرب الآن هو اتخاذ قرار من الإدارة البيضاء بالمشاركة في لقاء سيراميكا يوم السبت. ولكن وأتم هاني حتحوت الأمور الآن يتم بحثها، ومن الوارد خوض اللقاء بدون لاعبي الفريق الأساسيين واللعب بمجموعة من الناشئين، وهو نفس الحديث الذي تحدث به محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الأسبق منذ قليل. هو تمام، الزمالك هيلعب المباراة، ده شيء ماشي، ما بنقولش فيه حاجة. وبعدين بس هو بيفكر هيلعب بالناشئين. طب يعني ايه هتلعب بالناشئين؟ ايه فايدته يعني؟ بالنسبة ايه الضرر اللي هيقع على اتحاد الكورة ولا رابطة الأندية لما الزمالك يلعب بالناشئين ويخسر ويتغلب مثلا 3-4-0 ويبقى منظر الفريق وحش؟ وطبعا سمعتنا مثلا في الإعلام وفي الدول العربية اللي هي عشان احنا بنلعب بالناشئين. طب ما احنا لعبنا خلاص، يبقى لعبنا زي ما زي طالما لعبنا يبقى لعبنا نلعب بقى بالفريق الكبير عشان ما نعرضش الفريق بقى. يعني هي مش ناقصة نلعب بالفريق الأساسي، طالما عايزين نلعب يا ما نلعبش خالص. بس بالمستندات، خطاب إلى الزمالك يكشف استبعاد عامر حسين من لجنة المسابقات. بشرة خير لشحاتة، والغندور يؤكد مسبحة في الجبلية خلال ساعات. كشف الخطاب الذي تلقاه نادي الزمالك اليوم من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة أحمد دياب مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باحتمالات رحيل عامر حسين عن منصبه كرئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. الخطاب الذي تلقاه نادي الزمالك اليوم يفيد بأحقية الفريق الأبيض في إشراك لاعبه محمد شحاتة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة دوري نايل، على اعتبار أنه تم حرمانه مباراة الزمالك والأهلي التي اعتبر الزمالك فيها منسحب. وكانت المفاجأة أن الخطاب الذي تلقاه نادي الزمالك مزايل بتوقيع العميد محمد فهيم مدير إداري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك على غير العادة، حيث كانت كافة الخطابات التي كانت ترسلها الرابطة في السابق كانت تزيل بتوقيع عامر حسين بصفته المشرف على إدارة المسابقات. خالد الغندور يكشف عن مسبحة في الجبلية خلال ساعات. كشف الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك السابق عن مفاجآت في الوسط القروي خلال الساعات القليلة المقبلة. كتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الوسط الرياضي هيفوق يوم السبت. وضح بعد نهاية الموسم رحيل كل أعضاء اتحاد الكرة، رحيل رابطة الأندية، رحيل عامر حسين، رحيل رئيس لجنة الحكام، عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة المصري، تغيير نظام الدوري في الموسم الجديد، تعيين ياسر عبد الرؤوف رئيسا للجنة الحكام، وتعيين شاب لجنة المسابقات. والتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز. يا ريت القرارات دي تتحقق بقى ويشيلوا لنا القرف اللي هم حاطينه، الناس اللي ما عندهاش مهنية ولا مصداقية، ولا الناس اللي شغالة بالمحسوبية والواسطة وشايلني وشايلك وجامل وجامل النادي عشان تتنك ماسك في الكرسي حاجة يعني مفيش مصداقية خالص. عايزين بقى وجوه جديدة، ناس بقى تكون تعرف ربنا وعايزة ترتقي بالكرة المصرية. كفاية كده بقى العهد القديم البائد ده. أول تعليق من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية ضد نادي الزمالك. القرارات اللي تم إبلاغها لنادي الزمالك بخصم 3 نقط من رصيده، واعتبار الفريق مهزوم 2-0، وغرامة مالية 100,000 جنيه. علق مصدر من داخل نادي الزمالك على القرارات الصادرة من رابطة الأندية ضد نادي الزمالك منذ قليل. القرارات التي تم إبلاغها لنادي الزمالك بخصم 3 نقاط واعتبار الفريق مهزوم 2-0 إلى جانب غرامة مالية 100,000 جنيه. وفي أول تعليق من نادي الزمالك على هذا الأمر، أكد مصدر في الزمالك أن النادي سيتقدم بتظلم على عقوبات رابطة الأندية في أحداث مباراة القمة، حيث أكد المصدر أن الزمالك يجهز مستندات لتقديمها للطعن على هذه القرارات التي صدرت ضد نادي الزمالك.
والله بقى تستأنف على العقوبات ما تستأنفش على العقوبات، هما كده كده مش هينفذوا لك حاجة من اللي في دماغك، لا هينزلوا حاجة ولا هيقللوا في حاجة. الماتش كده كده هيحسبوا الزمالك خسران وهيعملوا عليك غرامة مالية، ده شيء طبيعي، وهيعتبروك خسران 3 نقط. فكده كده زي ما تقول اعمل محاولة وخلاص. بس هم مش هياخدوا بيها، لأن هم أصلا اللي بيصدروا القرار هم اللي عاملين القرار أصلا. يعني أنت بتتكلم، يعني هو صاحب القرار هو اللي هيقول لك اه ولا لا برضك لما تيجي تقدم شكوى. يبقى انت بتشتكي اللي هو عامل فيك الموضوع، يبقى هتشتكي لمين؟ تشتكي لربنا بقى وخلاص. كواليس مجلس إدارة الزمالك ورؤيته لمواجهة الأبيض مع سيراميكا كليوباترا. تقارير صحفية تكشف رؤية إدارة الكابتن حسين لبيب لقرار المشاركة في مباراة الزمالك مع سيراميكا. ومن المقرر أن ينعقد ماتش الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل 29 يونيو في الدوري المصري الممتاز، المسابقة التي قرر نادي الزمالك مقاطعة لقاء هام فيها والاعتذار عنه حينما كان سيواجه النادي الأهلي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب عدم استجابة رابطة الأندية لمطالب نادي الزمالك التي أعلن عنها عقب كوارث مباراته مع النادي المصري. المباراة التي أدارها تحكيميا الحكم أحمد الغندور بتواجد الحكم محمود البنا على رأس تقنية الفيديو، لتكشف تقارير صحفية عن رؤية مجلس إدارة نادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقبلة من عدم. إدارة الكابتن حسين لبيب لم تصل لقرار نهائي بعد، والإدارة تتبحث فيما بينها لاتخاذ القرار الأمثل لمصلحة نادي الزمالك، وذلك في ظل استمرار المفاوضات مع رابطة الأندية حول المسار التي يتم اتخاذه للمحاولة لتنفيذ طلبات نادي الزمالك. وفي السياق ذاته يتدرب نادي الزمالك بشكل طبيعي اليوم الخميس بعد راحة منحها لهم جوزيه جوميز بالأمس. الموضوع يا جماعة لا عايز لا مباحثات ولا اجتماعات ولا كلام من. انت يا كابتن حسين خدت قرار واثبتت حالة في ماتش الاهلي وخلاص. المفروض بقى تلعب من الماتشات التانية. الزمالك كده لا ناقة له ولا جمل في الدوري. خلاص انت زي ما خبطت كرسي في الكلوب وعرفتهم ان انت مش الزمالك مش هيتهاون بعد كده. خلاص كمل بقى ماتشاتك عادي، والعب بالفريق العادي الفريق الاساسي، وانك ما تلعبش يعني هتفيد بايه؟ يعني ما تلعبش يعني، هي خلاص هي محصلة بعضها، فالعبوا خلاص. وبالخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.